المالية تجيب: هل ينزل الراتب قبل العيد؟ وما حقيقة زيادة رواتب بعض الموظفين بالقطاع العام والحكومة؟ يتساءل الموظفين: هل ينزل الراتب قبل العيد؟ حيث يختلف يوم الصرف المخصص للمؤسسات المختلفة بالدولة من أجل عدم التزاحم بين ماكينات الصرف الآلي الموجودة في جميع أنحاء المملكة. وبالإضافة إلى أن وزارة المالية أصدرت قرار قبل أيام تفيد بسرعة إيداع الرواتب في الحسابات البنكية للمواطنين طبقا للقوانين المعمولة بها من قبل الوزارة. وأيضا أصدرت وزارة المالية قرارا قبل أيام بضرورة العمل على سرعة حساب رواتب الموظفين، بالإضافة إلى سرعة إيداع الرواتب قبل حلول أجازة عيد الأضحى المبارك، حتى يكون يوم الإيداع في نهاية اليوم الأخير من الدوام. ولذلك تم إصدار بعض الأوامر بتقديم موعد صرف رواتب الموظفين لتكون قبل اليوم الرسمي لها في اليوم 26 من شهر يونيو الجاري. ولذلك فإن راتب شهر يونيو سيكون قبل عيد الأضحى المبارك. وقررت وزارة المالية بتقديم موعد صرف رواتب الموظفين من أجل مساعدتهم على الاستمتاع بالأجواء الخاصة بالعيد وشراء جميع المستلزمات المنزلية.